بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة مواطن مصري، نسعد دايما بلقائكم. النهاردة بإذن الله هيكون في حلقة عن الوظائف الخالية. بس في بداية الفيديو معلش بحب أنوه على يعني حاجة معينة، إيه هي؟ إن ناس كتير اشتكت أو يعني أبدت يعني ملاحظة إن العرض الوظائف الخالية بواسطة فيديو ده مش مناسب ليهم. يعني الفيديو طبعا بيشتغل، ما بيقدروش يلحقوا مثلا ان هم يعملوا ستوب وياخدوا البيانات او الكلام ده كله. فاحنا فضلنا ان باذن الله الاعلان عن الوظائف الخاليه دايما هيبقى على صفحه قناه مواطن مصري على الفيسبوك، وباذن الله هنحاول نطور برضو شويه ونعمل قناه برضو او صفحه على الانستجرام. بس مبدئيا علشان يعني الناس برضو تقدر تتابع معانا في قناة مواطن مصري الوظائف الخالية، هسيب الرابط بتاع الصفحة بتاعت قناة مواطن مصري اللي موجودة على الفيسبوك، هحطها في اسفل الفيديو بحيث انكم كنتوا تخشوا. وطبعا اي طلب صداقه يعني او اضافه على الصفحه بتاعه الفيسبوك باذن الله طبعا هلبيها، وتكونوا دايما معانا يعني مرتاحين في ازاي تقدروا توصلوا للوظائف الخاليه اللي احنا بنعرضها. اول باذن الله وظيفه النهارده اللي هي في هيئه قضايا الدوله، وطبعا دي اللي هي يجب ان طبعا ان تتوفر في المقدمين، لازم ان هو يكون خريج كليه الحقوق والشريعه والقانون، وممكن الشرطه كمان دفعه 2022. دي الوظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، وذلك بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا. وتمثلت هذه الشروط الرئيسية: ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد، يعني في ال4 سنين اللي درسهم أو ما يقلش عن جيد، وما يزيدش عمره عن 30 عام في تاريخ نشر الإعلان، ويجتاز بنجاح المقابلة الشخصية، وتتوفر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة. اللياقة الطبية مطلوبة طبعا. إن هيئة قضايا الدولة أعلنت عن قبول دفعة عن قبول طلبات خريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022 لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور. طيب ايه تاني عندنا؟ اللي هي ان الهيئة اكدت في اعلان الوظيفة بتاعتهم ان هم هيكون الملف نظير 600 جنيه. الملف ده بيتاخد من نادي مستشاري قضايا الدولة 8 شارع أبو الفدا الزمالك القاهرة خلال الفترة من السبت الموافق 21 يناير الجاري لحد يوم 2 فبراير. طبعا لو حب اللي يقدم عن طريق الموقع الالكتروني، ممكن جدا يخش على الموقع اللي موجود باللون الازرق ده اللي هو www.sla.gov اللي هي government يعني .eg/Egypt. الكلام ده هيتم من خلال فترة من 28 يناير وحتى 16 فبراير. بقية الشروط يعني طبعا موجودة اهي قدام مننا، وممكن جدا الناس تطلع عليها. طبعا كل الاصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها. طيب هنشوف دلوقتي في برضو وظيفة تانية اللي هي وظيفة فني صيانة الاتصالات، وهي ضمن 29 وظيفة مطلوبة بالقطار الكهربائي الخفيف. في القطار الكهربائي الخفيف ده اللي هيبتدي يشتغل بإذن الله أو اشتغل أعتقد. أعلنت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل وتفاصيل الوظيفة. كود الوظيفة J-TC5 ده اللي هو الكود بتاع الوظيفة.
ده شروط الكلام ده ايه؟ ان هو يكون حصل على دبلوم المدارس او المعاهد الصناعيه او ما فوقها، ما يزيدش عمره عن 35 سنه، اكثر من سنه من الخبره العمليه في مجال تكنولوجيا المعلومات اللي هي انفورميشن تكنولوجي. وطبعا اعتقد ان احنا برضو في القناه بتاعتنا هنا قناه مواطن مصري، لو حضراتكم اشتركتوا فيها ودخلتوا عليها هتقدروا، احنا كنا شرحنا الموضوع الانفورميشن تكنولوجي دي بالكامل، فبرضه لو يحب حضراتكم ان هم يطلع على الكلام ده بس يخش على الموقع بتاع مواطن مصري او على القناه بتاعتنا، وهيبتدي يلاقي في قناه مخصوصه للاي تي او الانفورميشن تكنولوجي. طبعا ان هو طبعا لازم يجيد القراءه والكتابه باللغه الانجليزيه، بيكون صحته طبعا جيده، وما يكونش عنده اللي هو عمل الوان او الطيف، يبعد الشر عننا جميعا يعني، متخصص في التشغيل الالي والتحكم الالي والالكترونيات والكمبيوتر، على درايه ببعض برامج الكمبيوتر. طبعا برضو كل الكلام ده زي ما انا قلت قبل كده، جميع يا جماعه الوظائف دلوقتي اللي بيطلب فيها ناس، نمره واحد انفورميشن تكنولوجي، تكنولوجيا المعلومات دي نمره واحد. نمره اتنين ان هو يكون معاه لغه تانية غير اللغه العربيه، انجليزيه بقى، فرنسيه، المانيه. طبعا لو ثلاثه، خلي بالكم ان الكلام ده بيبقى يعني لما بيبقى اللي متقدم للوظيفه دي كل ما بيزيد من تاهيل نفسه. يعني ايه تاهيل نفسه؟ يعني بياخد كورسات مثلا زي ما قلت لكم نمره واحد في مجال الكمبيوتر. بعدين اللغات مهمه جدا يا جماعه، لازم ابقى انا عندي العربي طبعا، ده المذر لانجوج او المذر تانج اللي هو الخبره، اللغه الاصليه او الاساسيه بتاعت الانسان، ومعاه لغه او اتنين اجنبيه. طبعا بقيه الشروط موجوده في الصفحه، وتقدروا برضو ايه ان كنتوا تطلعوا عليها. طيب ايه تاني كمان؟ المتطلبات بقى ايه المطلوب لشغل الوظائف اللي موجوده اللي احنا قلنا عليها. طبعا الكلام ده لازم تبعتوه، اللي هو المستندات المطلوبه دهيت، وصوره حواله بريديه باسم الشركه المصريه لاداره وتشغيل المترو بقيمه 25 جنيه في الحساب ده. يعني اي مكتب بريد هتخشوا هتعمل حوالة على الحساب بالرقم ده وهتدفع 25 جنيه. وفي كمان يبقى معاهم عدد 2 صورة شخصية. برضو لو حضراتكم حبيت تطلعوا على الموقع نفسه، الموقع هو مذكور هنا تمام، اللي هو https://cairometro.gov.eg/jobs. لو حضرتك عايز تقدم في الوظيفه ديت، يبقى هتبعت الاوراق والمستندات المطلوبه عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على العنوان التالي: صندوق بريد 466 رمسيس، الكود كذا. وطبعا زي ما قلت لكم ده عن طريق البريد المصري، مع مراعاة كتابة الاسم والوظيفة على الظرف. آخر موعد لتقديم الطلبات يوم 31/1/2023. طيب في ايه تاني وظائف موجودة عندنا؟ يعني في جزء خاص بالإعارات بتاعت التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان بالتنسيق مع سفارة السلطنة بجمهورية مصر العربية محتاجة لمعلمين ومعلمات. هتلاقوا الأوراق هي المطلوبة والرسوم المطلوبة والطوابع والحاجات دي كلها، الأوراق ديت. طيب الكلام ده هتقدمه في السفارة بتاعة عمان. طيب في ايه تاني؟ في شركة قطاع خاص، سواقين مندوبين للعمل في شركة توريدات غذائية بشبرا الخيمة. طيب المستوى الخبرة من 3 ل 5 سنوات، المستوى التعليمي ابتداء من يعني مع ابتدائية لحد الثانوية. ده العمل هيبقى يوم كامل تمام. المعلن مين؟ اللي هو الشركة، صاحب الشركة نفسها أو مدير الشركة. الوصف موجود قدام حضراتكم اهو، ان هو يكون يعني من سكان شبرا الخيمة او مناطق قريبة منها، يعني ممكن جدا تقولوا محافظة القاهرة والجيزة.
طيب المقابلة يوميا من الساعة 4 إلى 5 عصرا بمقر العمل شارع إبراهيم هشام من شارع الشعراوي الجديد محطة الفيلا بجوار أبو سليم شبرا الخيمة. وممكن جدا يتم التواصل على الرقم الأرضي اللي هو مذكور قدامنا دوت من الساعة 2 عصرا للساعة 7 مساء أو عن طريق الواتس. يعني لو حد عنده واتساب ممكن جدا يخش على الواتساب على الرقم ده اللي هو 0100 012 93 95 ويقدر ان هو يقدم كده. طبعا بقيه الوظائف يعني في عندنا برضو اللي هي بتاع دوت مطلوب ميل وفيميل يعني ذكور واناث اندور واوت دور. ده دول ايه مندوبي مبيعات تمام. ده في مجال العقارات يعني ممكن جدا ما يعني يبقى الشغل داخل الشركه نفسها. طيب للعمل بقسم المبيعات بشركه بيتكو تمام. وادي العنوان موجود اهو تمام. والمواصفات برضو موجودة قدام حضراتكم. عشان برضو انك انت تقدم على الوظيفة لازم يبقى معاك تعمل السي في بتاعت حضرتك. والسي في طبعا لو دخلت على الانترنت في مواقع كتير جدا بتقول لك السي في دي تتعمل ازاي. طبعا المجال بتاع العقارات ده مجال كويس جدا، واعتقد يعني ان باذن الله اللي يوفق فيكم في هذا المجال باذن الله يعني ممكن جدا الراتب يعني البدايه 5000 جنيه. وطبعا بيبقى فيه عمولات على عمليه البيع. وبالتوفيق باذن الله.